ليه؟ بالعكس الراجل بيحاول يندمج قدر الامكان مع زمايله، بيحاول يندمج قدر الامكان مع النادي. الفيديوهات اللي بتظهر له في التدريبات او في كلامه تشعر انه روحه حلوه، خفيف بسيط، بيهزر بيضحك، وده شيء اعتقد ان هو مهم جدا 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 قبل بقى قيمه كريستيانو رونالدو لاندماجه كلاعب جوه مجموعه من اللاعبين، بغض النظر عن الفرق طبعا، لكن الاندماج مهم جدا. لكن تحيه الحقيقه لكل الجماهير اللي شافت الاجواء ومع ذلك صممت انها تروح. تحيه ليهم الحقيقه، واتمنى لهم مباراه ممتعه ان اقيمت ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن صالح، نتكلم عن النصر بوجود بيتي مارتينيز، تاليسكا، نهجعي، مشاريبوف. من الواضح انه تاليسكا هو من سيقود الهجوم في هذه الامسيه. ممكن تكون برضه هناك ادوار انه نسميه احنا دائما فرض المهاجم الوهمي، يعني يكون في تبادل بين اكثر من لاعب لهذا الدور، لانه تاليسكا ما هو من اللاعبين الصبورين اللي ينتظر وقت ما تجي الكره في قدمه، مستحيل. هو من اللعيبه اللي يبغى يبحث عن الكره، فوجوده كراس حربه ممكن ما تجيه التمويل كثير اليوم، تعرف مع الاجواء هذه ممكن ما يجي التمويل. فاعتقد تاليسكا من اللعيبه اللي بيرجع بياخذ كوره بيلعب مع زملائه، من الصعب جدا انه يتقيد بموضوع راس الحربه التقليدي. فممكن اليوم نشوف تنوع سامي، ممكن نشوف ماشي، يعني اكثر من لاعب ممكن يقوم بالدور. جيد. ما هي المواقف اللي تساعد الطائي اليوم في تسجيل الاهداف؟ طيب بالتاكيد انه من خلال العناصر ونظام اللعب 4-3-3، انه كيف انا اغلق العمق الدفاعي بتواجد مختار، سميدو، دينير، العب على دفاع المنطقه، والعب على اللعب المباشر، كانت الطويله، يملك مهاجم عنده القدره على استقبال الكور بابنزا، ومن ثم مسانده من سعيود، موسونا، وعمل الكرات الثنائيه، او حتى الزياده العدديه من الجهه اليمين، خاصه الجهه اليمين متواجد فيها فاي والكور العرضيه. لكن مجملا اعتقد ان الكوره راح تكون في مع النصر اغلب الفترات اللعب. اللي ممكن يساعد ايضا الطائي في مباراه اليوم هي ممكن ارضيه الملعب، خساره كوره. طبعا نشاهد الان الفرق التابعه للرابطه الاس بي ال تتواجد في ارضيه الميدان، يتضح بان المباراه فعلا ستقام في وقتها. اي معناته ان في واحده من المشاكل اللي ممكن يواجهها النصر اليوم. النصر يعتمد على التدرج بالكره، يعتمد على وش اللي راح يوجه له المدرب في هذه الاجواء؟ وش على حسب الارضيه، يعني المفترض ما في مغامره، لانه هذا الطاي هذا اللي ينتظر انك تلعب على التمرير وتخطئ من خلال ارضيه ملعب ما تساعد على مستوى التمرير، وثم افتكاك وتحول هجومي، لعب المرتدات عن طريق موسونا وسعيود. النصر اعتقد انه واحده من اهم الحلول بالنسبه له عمليه التسديد. نعم. يملك 3 لاعبين 4 لاعبين عندهم قيمه عاليه على مستوى التسديد والمتابعه. بالتاكيد مشاريبوف، تاليسكا، مارتينيز، قيمه عاليه على مستوى التسديد. المسانده من الجهه اليمنى ايضا المتواجد فيها سلطان الغنام والكرات العرضيه ممكن تكون حل، لكن بالتاكيد التسديد، الثنائيات ما بين تاليسكا، سامي، مارتينيز، الأرضية راح تكون عامل مؤثر على مستوى شكل المباراة. نعم. أرضية الملعب كابتن، هل تؤثر بشكل يعني سلبي أم تكون لها إيجابية في أن تحضر أهداف؟ قد تؤدي أرضية الملعب إلى إغراء للطائي إنه يضغط بشكل متقدم، لأنه لو ضغط بشكل متقدم النصر مش هياخد مخاطرة إنه يلعب على الأرض خالص. هيبقى عندك ضغط متقدم وأرضية غير جيدة، فالنصر هيبتدي يلعب كرات طويلة. هل يعتمد على الشيء ممكن يكون مغامر بيبا في هذا الشوط؟ لو أنا بقول الخيارات، ما أعرفش هو ممكن هيفكر إزاي، بس الخيار ده لو هو انتهجه فهو هيسحب جزء كبير جدا جدا من أفضلية النصر، لأن الكرة الطويلة رايحة لمين؟ انت حتى اللعيبه اللي بيلعبوا في الامام ما فيش حد فيهم مستقبل جيد للكرات العاليه، فانت هتتحول الى ان النصر الفريق الرائع في البناء مش عارف يبني او خايف يبني بسبب الضغط وبسبب الارض، وهيضطر يلعب كره طويله اجباري للاعبين ما هم عندهمش الافضليه في الكرات الطويله، فده هيشتري له وقت شويه في المباراه من غير افضليه. لا انا عندي افضليه ولا انت عندك افضليه، احنا بنحاول دايما بنمشي الوقت مع بعض انتظارا، وده من مصلحه الطائي. انت وانت بتلعب امام النصر في الرياض اكتر شيء انت عايز انك تشتري وقت في المباراه، تطول عمر 0-0 لغايه ما نوصل لمرحله ما من التوتر من التنشنه، ساعتها بيبقى الفريق اللي بيدور على النتيجه دايما ظروفه او حظوظه افضل. اللاعب المهاري اليوم كيف اداءه راح يكون في المباراه؟ نتكلم عن امير سعيود سواء في فريق الطائي او تاليسكا او بيتي، كيف راح يكون اداءه في اجواء مثل هذه؟ على حسب ارضيه الملعب. هل المويه الان يعني نتكلم عن العشب، هل المويه الان طالع فوق المويه طالع في العشب؟ احنا ما ندري، لكن اللاعب المهاري ما يحب الاجواء هذه بتكون فيها انزلاقات، بيكون فيها عدم توازن اللاعب في ارض الملعب، فيها امور عديده. هذه يحبها صالح الدولي. هاي المدافعين هذه لعبتهم اليوم الانبراج. لا بس بعدين
في نقطة اليوم أنا أعتقد النصر عنده حلين، اللي هو دائما يخلي الكرة في ملعب الطائي بقدر ما يستطيع، ملعب الطائي، لأنه لو جاء الطائي في ملعب النصر حتكون هناك مشاكل، لأن لعيبة الطائي قلنا بدنيا أقوى، عندهم برضو التسديد. أنا شفنا سعيود وشفنا سميدو وشفنا مسونا يسددون بشكل رائع. النقطة الثالثة اللي هي المتابعة. اليوم حراس المرمى السيطرة على الكرة مش حتكون زي أول، اليوم الكرة ترتطم بالأرض وهتاخذ قوة. نعم. فاليوم أكيد الواجبات هذه أعطيت اللاعبين، المتابعة ويعني ذكر أخوي أحمد النقطة المهمة أنه بناء من الخلف اليوم أعتقد أنه صعب في هذه الأجواء. طيب، وهذا الشيء يمكن اللي أثار الكابتن أحمد عفيفي، أنه هل يأخذ الطائي خطوة يأخذ أنه الكرة لملعب النصر؟ بالتأكيد في حالة أن الأرضية سيئة، واحدة من أهم الحلول بالنسبة للطائي أني أنا كيف أفتك ووصل مرمى النصر في أقرب مسافة. هي فكرة، لكن هي من العناصر اللي موجودة، هو تحسن في احترام كبير لفريق النصر. نعم. احنا الطائي شفنا كثير في تنوع ما بين ضغط عالي ما بين دفاع منطقة. هي واحدة من الأفكار انه يهاجم يفتك ويتحول، لكن من التشكيلة لا، بيدافع وبيلعب على الكرات المباشرة الطويلة، ومن ثم المساندة من سعيود ومسونة بشكل سريع. بس مش لازم يفتك، حتى انت تضغط بس عشان تخليه يلعب كرة طويلة، خليه يلعب كرة طويلة. يعني هو ممكن هو يفكر فيها بالطريقه دي، انا حتى مش لازم اروح اخد الكوره، انا هروح اضغط عليك مان تو مان بطول الملعب، اخليك تلعب كره طويله وخلاص. ما دام لعبت كره طويله انا سحبت جزء كبير من قوتك. طبعا هذه الاجواء التي نعيشها في هذه الامسيه، 3 ملاعب في هذا المساء، بريده، التعاون والخليج بتعليق الزميل العزيز عبد الله الغامدي، وكذلك مواجهه الاحساء العداله والفتح بتعليق جعفر الصليح. بين مواجهتنا هذه الامسيه النصر والطائي في الرياض في مرسول بارك عبر قناه SSC 105 بتعليق الزميل العزيز عبد الله مبارك الحربي، بعد فاصل قصير.